ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده في الفيديو بتاعنا هنقدم لك طريقه عمل محشي ورق العنب باللحمه، وهقول لك على سر التسويه اللي تخليه مفلفل معاكي وما يعجنش منك، وازاي تلفيه لفه مظبوطه بحيث انها ما تفكش منك وما تنزلش اي حبه رز. المحشي طلع معانا جميل جدا ومفلفل ومش معجن، واللحمه استوت معانا ودايبه جدا. يلا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا. وقبل ما نبدأ قناتي قناة هند سليم. اتفرجي على الفيديو للآخر واعملي لايك واعملي شير للقناة واشتركي فيها وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا. هنا جبت معايا طاسة على النار، حطيت فيها مكعب زبدة ومعلقتين زيت، وجبت بقى اللحمة بتاعتي حطيتها كده هشوحها على النار. هحطها كل ناحية بتاخد معايا يدوب تشويح دقيقتين على كل ناحية. اتبلها كده بملح وفلفل اسود وبهارات مشكله، يعني حبات صغيره كده مش كتير قوي. انزل بقى، والزيت لازم يسخن معايا كويس جدا علشان اللحمه تاخد صدمه والدم يبقى مكبوس جواها، ما تنزلش منها اي سوائل والدم بتاعها ما ينزلش علشان تستوي معايا بسرعه. كل ناحيه كده خدت سوا معايا دقيقتين بالظبط. نفس العمليه في الاول، هتبل برضو الناحيه التانية ملح وفلفل بهارات مشكله اهي. شايفين الوصفة المحشي دي ممكن تعملي فيها اي لحمة انت عايزاها، ريش ضاني، لحمة بقري، يعني ممكن صدور فراخ برضو تمشي. خلصت كده اللحمة بتاعتي ونزلتها. هنكمل بقى احنا كمية اللحمة بتاعتنا ونبتدي بقى ندخل على خلطة المحشي. معايا هنا كوباية من الزيت، معايا مكعب زبدة، حطيت بقى البصل بتاعي ده، البصل المفرز اللي احنا كنا مفرزينه، علشان اللي كان بيسألني بخاف ان انا افرز البصل علشان ما يبوظش معايا. لا اهو البصل اللي انا مفرزاه معاكم اهو جميل جدا وتحفه، وتدبل بسرعه مع النار. اول ما بيشم النار والزيت بيتدبل بسرعه وبيدي المحشي يعني طعمه مميز. حطيت بقى هنا معلقه من التتبيله، معلقه من الثوم، وحطيت معلقتين من الصلصه. دي الصلصه برضو كمان احنا مفرزينها. وبعدين نزلت بكوبايه كبيره من الطماطم المضروبه في الخلاط. قلبتها كويس جدا، هسيبها كده لما تنشف شويه من السوائل اللي فيها وتتسبك شويه. هنا بقى اجيب البهارات بتاعتي، معلقه من الكمون، معلقه من الفلفل، معلقه من البابريكا، معلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من البهارات المشكله، معلقه ملح، معلقه من القرفه. عايزه اقول لك خلطه البهارات دي بتخلي المحشي جميل جدا معاكي. اقلب كويس جدا كده واسيب التسبيكه لحد اي سوائل ما تتبخر منها وتبتدي انها تنشف معايا شويه. انزل بقى بالخضره بتاعتي، اقلبها كويس جدا لحد ما كل حاجه تختلط ببعضيها. قلبتها كده، ابدا بقى ان انا اطفي النار عليها، واكون هنا محضره معايا الرز. غسلت كده كيلو رز وصفيته كويس من الميه، ما نقعتوش، ورحت منزلاه في قلب الصلصه بتاعتي. قلبته كويس كده مع الصلصه، وبعدين جبت مصفى حطيت الرز فيها، وحطيت تحتيه يعني طبق كبير زي ده، علشان انا عايزه الميه واي سوائل تتصفى معايا من خلطه الرز، مش عايزه يبقى فيه اي سوائل علشان الرز ده تبقى ناشفه، علشان بعد كده تبقى مفلفله لما تستوي على النار، ما تبقاش معجنه ما تشربش منك ميه كتير. جبت بقى ورق العنب بتاعي، وابدا بقى احشي بالشكل ده الطبق الخشنه فوق لجوه والطبقه الناعمه لبره، وتلفي لفه محكمه زي ما انت شايفه بالشكل ده، وتحطي حبات رز قليله، ما تحطيش كتير علشان الصوابع تبقى قد بعضيها. شايفين اللفه بالشكل ده محكمه جدا بالطريقه دي، مش هتفك معاكي ولا اي حاجه لحد ما المحشي ما يستوي معاكي. شايفين اللفه ازاي، والصوابع كلها مقاس واحد. يلا بقى كده نكمل المحشي الكميه بتاعتنا ونرجع تاني. شايفين بقى لفيت الكميه كلها والمحشي كله الصوابع قد بعضيها واللفه محكمه، حتى لما تيجي ترصيها في قلب الحله هتلاقيها مش هتفك منك ولا اي حاجه. يلا بقى بينا كده نحط المحشي نرصه في قلب الحله بتاعتي. جبت بقى الحله كده وحطيت فيها شرايح بصل معايا، زي ما انت بقى حابه تحطي ورق عنب تحت، حابه تحطي بطاطس بس او طماطم، ايا كان اللي انت عايزاه. انا حطيت بقى بصل حلقات زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهرص اللحمه بتاعتي معايا.
رز اللحمه بالشكل ده. وبعدين ابدا بقى ان انا اجيب صوابع المحشي الورق العنب وارصها واحده واحده. هتبقى بقى اول صف معايا كده هيبقى واحده فوق واحده تحت. مش مشكله، تاني صف بقى هتظبطيه وتخليه متناسق كده مع بعضه. خلاص انا هنا ظبطت المحشي كله كده بالشكل ده. دي بقى الميه بتاعتي اللي انا صفيتها من الرز، وجبتها كده وغليتها على النار وزودتها بشويه ميه كويس جدا، وهي كده غنيه بالصلصه معايا وبكل خلطه المحشي. نزلتها بقى على المحشي وهزي الحله كده علشان الميه تنزل كلها لقعر الحله. وبعدين كده جبت حطيت فيه طبق وغطيته وحطيته على النار. وبعدين لما الميه بدأت تقل من عليه وطيت عليه النار جدا وسبته على النار يستوي على راحته، وبياخد معايا ساعة ونص بالظبط على النار. اغطيه بقى كده ويستوي على مهله واحدة واحدة. عايزه اقولك التسويه بتاعه المحشي العبوه لما تيجي تحطيها بتبقى تحت اخر صف من المحشي، يعني اول صف من فوق لازم الميه تبقى تحتيه، يعني الميه ما تبقاش مغطيه المحشي علشان ما يبقاش معجن معاكي. وهو ده التسويه الصحيحه والتسويه اللي بتخليه مفلفل معاكي. شايفين طلعنا المحشي بقى طفينا عليه النار. شايفه الخلطه بتاعته جميله جدا.